السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دايما معكم اسلام اشرف في فيديو جديد. فيديو النهارده طبعا ترند خارب الدنيا، كل ما افتح في اي حاجه ناقص ايه اخش الحمام الاقي الترند ده في وشي. الترند ده زي اللي انت شفته في اول فيديو ده. لو عايز تعرف تعمله ازاي بطريقه سهله وبسيطه تابع معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدا اي حاجه طبعا زي ما احنا متعودين متنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ولايك الجميل وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الشروحات الجديده اول باول، وكومنت برايك يشجعني نعمل فيديوهات تانية اكتر واكتر. وبس كده، يلا بينا نخش في الشرح على طول. اول حاجه هنفتح الانستجرام زي كده بالظبط، وهندخل على الستوري ونضيف الصورة اللي احنا عايزين نكتب عليها الكلام بالشكل ده، وبعد كده ندوس على حرف الايه اللي فوق ده، نبدأ ان احنا نكتب مع بعض كلام الأغنية. وبعد ما كتبنا الكلام زي كده ندوس على تم، ونظبط المكان اللي احنا عايزين مثلا ايه الكلام يبقى موجود فيه. انت بقى تحطها في اي مكان، انا بس ايه بظبط لك المكان كده ايه عشان الشرح بس كده. انت بقى تحط ايموشنات وتحط دنيا ثانية، انت تروق على الفيديو بتاعك يعني، انا بس بعرفك الطريق. بعد ما تحط الكلام في المكان اللي انت عايزه كده تدوس على الثلاث نقط وتدوس على حفظ. وبعد كده عايز تمسح الكلام، عايز تضيف صورة تانية مع الكلام التاني زي ما انت عايز، بس انا اعملهم كلهم في نفس الصورة بس كده عشان ما يبقاش شرح طويل وافضل اغير في صور والكلام ده كله. زي ما انتم شايفين كده كتبنا الكلمة التانية، ونكتب الكلمة التالتة ايه مع السلامة، وهنكتب الكلمة الرابعة سلام يا. ونغير اللون بتاعها مثلا نخليه لونها احمر زي كده، نحطها هنا كده في الرايق، وندوس على الثلاث نقط ونعمل لها حفظ، ونخرج خالص ونضيف صورة تانية. وهنكتب برضه على الصورة التانية نفس الكلام، برضه هنكتب ايه هالو والحديد، ونظبط المكان اللي احنا عايزين فيه الكلام. انت برضو ظبط الدنيا معايا، انا بس ايه بعرفك طريقة الشرح وبتعمل حفظ للصورة. بس مش عايز وقت الفيديو يكون طويل عشان كله يتفرج وايه ويفهم بسرعة، عشان ما يبقاش وقت وخلاص. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، بعد ما كتبنا اخر كلمة ندوس على حفظ، وبعد كده نخرج خالص ونفتح برنامج كاب كات. واهم حاجة ان احنا نضيف الصور بتاعتنا بالترتيب، وهوريكم معايا دلوقتي واحدة واحدة معايا زي كده. ندخل على كاب كات اللي قدامكم ده زي ما انتم شايفين كده. لو وصلت لحد هنا متنساش اللايك الجميل يا رايق، ويلا بينا. هتستنى طبعا البرنامج يحمل زي كده بالظبط، هيظهر معاك بالواجهة دي، تدوس على كلمة نيو بروجكت وتضيف الصور اللي احنا كتبنا عليها زي كده. انتوا شايفين كده يا شباب ضفنا الصور بالترتيب، اهم حاجة الترتيب زي ما احنا قلنا مع بعض. وهنيجي في اخر الصور زي كده نلاقي اللوجو بتاع كاب كات ده، نعمل له ديليت على طول، وهنرجع خالص عند اول صورة وندوس على كلمة اد اوديو، ونضيف الصوت اللي هسيبهولكوا تحت في جروب التليجرام، هتخش عليه هتلاقي اللينك في الوصف. هنضيف الصوت زي كده، ونبدأ ان احنا نسمع كلمة كلمة مع بعض. هقول لكم الثواني مع كل صورة وصورة، يعني كل صورة هعملها هقول لكم الثواني بتاعتها على طول. اول صورة هتبقى ثانية نقطة سبعة، يعني 1.7 ثانية، تمام. الصورة التانية، والصورة التانية 1.6 ثانية زي ما انتم شايفين كده اهي، 1.6 و1.7. والصورة التالتة، والصورة التالتة 1 ثانية يعني ثانية واحدة. والصورة الرابعة هتبقى 1.3 ثانية. أهم حاجة يكون ماشيين معايا خطوة بخطوة، وكل حاجة هتلاقيها واضحة قدامك على طول. لو في أي مشكلة اكتب لي تحت في الكومنتات. ويلا بينا نشوف الصورة الخامسة، هتبقى 2.5 يعني ثانيتين و5 ثواني، أنا مش عارف ازاي بس هي اللي هي 2.5 ثانية يعني. والصورة اللي بعدها على طول هتبقى 0.9 يعني اللي هي زي ال9 ثواني كده، بس هي ال9 من على اليمين. والصورة اللي بعدها على طول هتبقى ثانية بوينت 7 زي ما انتم شايفين كده، اللي هي الثانية نقطة 7، 1.7 ثانية. الصورة الأخيرة زي ما انتم شايفين كده هتبقى 2.2 يعني 2 وثانيتين. هنشيل الصوت الزيادة زي ما انتم شايفين كده، طبعا انا هسيب لكم الصوت من غير أي زيادة، يعني هسيب لكم الصوت على قد الصور زي ما انتم شايفين كده بالظبط.
وبعد كده ندوس على الفاصل اللي ما بين كل صورة وصورة، ونخش على بيزك، ونمشي كده على اليمين ونختار بلاك فيد، ونحدد الصور كلها وندوس على علامة الصح زي كده. وبعد كده يا شباب هنبدأ ان احنا ندوس على اول صورة، بعدين انيميشن، بعد كده نخش على كومبو، وهتمشي كده على اليمين وتختار بقى ايه الافكتات اللي هتلاقيها على الصور بتاعتك. كل دي افكتات تقدر ان انت تظبطها، شوف المناسب مع الصور بتاعتك واعمله. انا مثلا ايه هبدل بين بندوليوم 1 وبندوليوم 2 زي كده بالظبط. وبس كده يا شباب، بعد ما خلصنا الانيميشن زي ما انتم شايفين كده، هندوس على افكت. لحظة واحدة كده، افكت، بعد كده فيديو افكت. كنا في الاول قبل التحديث بنلاقي كلمة بارت، ونخش عليها ونختار البلاك فلاش بقى والشغل ده. طبعا كل حاجة اتغيرت، هنزل لكم بكرة شرح مفصل للمميزات الجديدة دي كلها. هتخش على نايت كلاب، وهتنزل تحت بقى تلاقي بلاك فلاش. بص في الصف التالت اول واحدة على الشمال، هنختار بلاك وهنحددها في اول صورة، وناخدها كوبي تاني مع بعض لغاية اخر صورة. يعني اخر صورة نحط فيها فلاش، واول صورة نحط فيها فلاش زي ما انتم شايفين كده. وعايزين بقى نضيفه اهتزاز، تضيفه مش عارف ايه، هنزل لكم بكرة شرح مفصل للبرنامج ده، كل حاجة ومميزات وكل حاجة للإضافة الجديدة. بصوا كل حاجة شغل جديد كله خالص، هنزل لكم مميزات جديدة بكرة. وبس كده، استنوا فيديو بكرة ضرب نار. بس كده يا شباب، بعد ما خلصنا الإفكتات وكل حاجة في الفيديو، نشوف الفيديو سريعا مع بعض. بس كده الفيديو على الظبط والظبطيطة. لو وصلت لحد هنا تبقى انت صديقي الصدوق. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وهندوس على العلامة اللي فوق على اليمين دي، وبكده الفيديو هيحفظ معانا. وبس كده يكون وصلنا لشرح فيديو النهارده، واتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عايزين شروحات من دي تاني اكتب لي تحت في الكومنتات، ومتنساش اللايك الجميل وكومنت تشجعني ان نعمل فيديوهات تانية اكتر واكتر. وبس كده، دي هتكون نهاية شرح فيديو النهارده. ولو عايزين شروحات تانية اكتب لي تحت في الكومنتات، وهسيب لكم اللينك بتاع جروب التليجرام، اللينك في الوصف، هتخش تاخد الصوت وتظبط معايا الفيديو. وبس كده، دي هتكون نتيجة شرح فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.